وأهلك أعداءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووهشة الصدر ووسوسة الشيطان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي غيرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء
وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل إنسان اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النواب اللهم اغفر لي الذنوب التي تهمس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصافحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبي سترت وكم من فاده من البلاء أقلت وكم من ثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وافرت بي سؤالي وقصرت بي آمالي وقعدت بي أغلالي وهبسني عن نفيب آمالي وخدعت الدنيا بغرورها
ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دائي سوء عملي وفعلي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وساعتي ودوام تفريطي وجالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأعمال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي وكمن اتبعت فيها أبا نفسي ولم أترس فيه من تزيين غدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي في وجرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مغرا مذلا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدة وثاقي يا رب ضعف بدني يا رب يا رب ضعف بدني يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا مهبد خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي منارك بعد توحيدك وبعد من توى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات
أنت أكرم من أن تذيّ من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عابيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوههم خرت لوضمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر أبت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار سات إلى أوطان تعبدك طاعا وأشارت باستغفارك مذنا ما كذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكتوب يسير بقاء كثير مدته فكيف توالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا من غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف وأنا عبدك الضعيف الذليل الغير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب كيف لا لي من عذاب وشدة أمل طول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك إلهي إلهي
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين هذا جلالي ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت عذابها بمعصيته وهو بسبعين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج محمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو سلف من علمك برأفتك ورحمتك أم كيف تعلم الله وهو يهمل فضلك ورحمتك أم كيف يورقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرنا وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما قاملت بالمبندين من برك وإحسانك وباليقين أنت ولولا ما حكمت به من تأديب جانبك وقضيت به من إخلاد مانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقام لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدأ وتتبنت بالإنعام متكلما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها فبالقضية التي أتمتها وأكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته
كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا عليها مع جباري وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر لي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الدين يا من بيدي ناصيتي يا غليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مغبورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واغدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معملي يا من إليك شكوت أهوالي يا يا من عليه مؤملي يا من إليه شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب قف على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم
ومن أرادني بسوء فأردوا ومن كادني فكدوا واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك فجدني بجودك واعتق علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك على نجاب وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك فاقلني عثرتي فاغفر زلتي فإنك بغيت على عبادك بعبادتك فأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دبار وذكره يا من اسمه دبار وذكره شفاء يا من اسمه دبار وذكره شفاء فتاة غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلام البكاء امام رضا فرمود ان كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي بن ابي طالب وسلام البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد افعل بي ما انت اهله ولا تفعل بي ما انا اهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم واحشرنا معهم باسمك العظيم الأعظم وبالحسين يا الله
الله يا 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 الله بالنبي وآله وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب